أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج مصر بتتغير. مصر دايما بتتغير بإيدين ولادها اللي بيعمروا وبيطوروا وبينموا علشان مصر بكرة تبقى أحسن. النهاردة احنا معاكم من موقع مهم جدا وهو قناة السويس، شارع قناة السويس. الفترة الأخيرة شفتوا صورة من حالة العمل الدؤوب اللي بيتم النهارده علشان نوسع في الطريق او نوسع في الحارات اللي موجوده في شارع قناه السويس علشان يحصل نوع من انواع السيوله المروريه. فكره طموحه قدمتها المنطقه الشماليه العسكريه متمثله في الشعبه الهندسيه اللي النهارده بتقدم هديه حقيقيه في توسعه مجموعه من الشوارع والمحاور الرئيسيه لمدينه الاسكندريه. تابعونا وحلقه جديده ومصر بتتغير. الشركات الوطنية المصرية هي دايما اللي بيتم التعاون معاها النهارده من قبل المنطقة الشمالية العسكرية والشعبة الهندسية علشان تنفذ المشروعات الهامة على أرض مدينة الإسكندرية. احنا موجودين زي ما قلت لكم في شارع قناة السويس اللي بيتم تطويره النهارده وتوسعة الحارات فيه، ومعايا المهندس يحيى رمضان المدير المسؤول عن التطوير اللي بيحصل هنا من قبل الشركة المنفذة للمشروع. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. احنا اتقابلنا طبعا قبل كده في مشروعات كتير وانتوا دايما رواد في عمليه التطوير اللي بتحصل في ارض اسكندريه. النهارده كلمني عن مشروع تطوير اللي بيتم هنا النهارده، احنا بنعمل ايه؟ الناس اتفاجئت من اسبوع او اكتر من شويه 10 ايام ان في عمليه يعني توسعه للطرق، لكن مش عارفين التفاصيل بالظبط. كلمني عن ده. والله يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ده احد المحاور اللي هيتم تطويرها داخل محافظه اسكندريه. عندنا محاور كتير طبعا، ده واحد منها وقناه السويس من شارع قناه السويس ده كان مهم جدا ده يحصل في التوقيت ده. بالظبط يا فندم، لان كان بيحصل فيه تكدسات مروريه، فطبعا ده محور مهم بدانا فيه اعمال التطوير. خلينا ناخد الموضوع من الاول. أيوة. الفكره جت منين؟ يعني الفكره دي جت منين يا فندم؟ الفكره جت من المنطقه الشماليه العسكريه طبعا علشان التكدس المروري اللي بيحصل في اسكندريه، فتم العرض على القيادات التنفيذيه وعلى المحافظه وتم التنسيق معاهم كلهم على اختيار المحاور اللي تحل التكدس المروري الموجود في اسكندريه حاليا. تم الرجوع لاداره المرور في القصه دي، لان اداره المرور طبعا ليها دور مهم في ان هي تبقى عارفه المحاور الرئيسيه اللي فيها المشاكل او التكدسات. طبعا يا فندم، اداره المرور عنصر اساسي كان في اللجنه واختاروا الاماكن اللي فيها تكدس مروري. طبعا مكان زي المحور اللي احنا واقفين فيه ده شارع قناه السويس. شارع قناه السويس كان فيه جزيره عرضها 6 متر كتير قوي، يعني مسافه كبيره جدا ومساحه كبيره جدا واخده من حيز الطريق، واحنا ما نقدرش نوسع على الاطراف الثانيه، فكان مهم ان يحصل ده. بالظبط كده يا فندم. هو لان حضرتك ما تقدرش توسع في اطراف الطريق، فالجزيره بتبقى هي المتنفس اللي انت تقدر توسع فيه الطريق وتكتسب حارات مروريه زياده. فتم التوجيه من قياده المنطقه الشماليه ان يتم ازاله الجزيره وتقليصها تبقى 80 سم بس، من 6 متر ل 80 سم. 80 سم، فانت كده اديت حارات زياده. يتم اضافه حارتين، حاره للطريق شمال وحاره للطريق يمين. يعني الكاميرا لو تيجي معانا كده هتشوف المساحه اللي احنا بنتكلم عليها، احنا تقريبا واقفين في النص بالظبط. انت هتدي حاره من اليمين وحاره من الشمال وحاره شمال. طبعا المنطقه دي زي ما انتم عارفين بتعاني من تكدس مروري رهيب في وقت الذروه. احنا النهارده بنتكلم على مساحه مختلفه، بنتكلم ان احنا بندي متنفس لكل الساده المستخدمين للطرق في اسكندريه. والنهارده طبعا بنشوف لو بنتحرك النهارده مع بعض بالكاميرا بنشوف الصوره زي ما احنا شايفينها كده. دي المنطقه اللي انتوا عارفينها كويس في شارع قناه السويس اللي دايما فيها ازمه مروريه كبرى، دايما الناس بتتوقف فين. طيب انا ما اقدرش ان انا اوسع في الجوانب الاخرى، فبالتالي انا النهارده بعمل عمليه توسعه للجوانب اللي شلت منها الجزيره اللي هي كانت 6 متر، وطبعا ده هيحل مشكله التقاطع القديمه اللي كانت موجوده هنا. بالظبط كده يا فندم، لانه هيزود عدد الحارات وبالتالي يزود سعه المركبات اللي ممكن ياخدها الطريق في الساعه. فده هيعمل سيوله مروريه ان شاء الله بعد ما يتم انتهاء المشروع. طبعا علشان تعملوا شغل زي ده في شارع حيوي رئيسي كان لازم يتم التنسيق
مع جهات كتير جدا، منها اداره المرور، منها المحافظه. الموضوع مش بالبساطه اللي احنا بنتكلم فيها دي. اي شغل هنا في المنطقه اللي احنا فيها اكيد بيعمل ربك للسنه طبعا مستخدمي الطريق، واكيد يعني ده بيخلي فيه تساؤلات. وطبعا انت عارف الشائعات لما بتنتشر وهم بيعملوا ايه، عشان كده احنا بنرد النهارده على ده. وازاي بقى عملتوا عمليه تنسيق بينكم وبين الجهات التنفيذيه المختلفه؟ هو يا فندم الساده الضباط بالمنطقه الشماليه اللي معانا في الموقع قاموا بالتنسيق مع المرور، المرافق، المحافظه، الحي، كل الجهات التنفيذيه، بحيث طبعا احنا ده شارع حيوي ما ينفعش يتقفل. فكانت الحلول ان احنا نشتغل بالليل خصوصا في الازاله. لكن انتوا شغالين انا شايفكم شغالين 24 ساعه. احنا شغالين 24 ساعه، لكن الازاله كان لازم تتم بالليل من غير ما يكون في حد موجود في الطريق، من غير ما يكون في حد طبعا، عشان حفاظا على الناس على المره. وعملت ده في وقت قياسي في الحقيقه. وعملنا ده في تقريبا في 8 ساعات يا فندم. 8 ساعات شلتوا الجزيره كلها اللي كانت موجوده كلها في 8 ساعات. طبعا معدات كتير، كنا جايبين معدات كتير بحيث ان احنا نقدر ننجز الموضوع ده في 8 ساعات، ما يطلعش علينا النهار الساعه 6 الصبح الا واحنا مخلصين. انتوا كمان قبلكم كنتوا تخلصوا في وقت اقرب من كده في حاجات كتير، لكن قبلكم ظروف جويه صعبه. بس النوة قبلكم في توقيت لان النوة طبعا الامطار بتغير منسوب الميه، لا بتغير منسوب الميه في طبقه التأسيس. فطبعا ما ينفعش تشتغل عليها لو هي فيها منسوب الميه الامثل اللي محدداه كليه الهندسه بالتنسيق مع المصمم. طبعا عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده، انتوا بتعملوا الطريق او بتعملوا اسفلت النهارده علشان يفضل مستمر، ما نعملش بقى عمليه تكسير كل شويه ونرجع تاني نفس المشاكل اللي كانت موجوده. هل قابلتكم مشاكل لوجستيه على الارض النهارده وانتوا بتشتغلوا علشان توصلوا للنتيجه دي؟ طبعا يا فندم في كميه مرافق لا حصر لها. زي ايه كده عشان نوصل للساده المشاهدين برضه؟ كهرباء، ميه، تليفونات، اتصالات. طبعا المشكله الرئيسيه المرور، لان طبعا الناس المرور واقف معانا 24 ساعه في الشارع. لان مش هتعرفوا تعملوا حاجه خالص. يعني اداره المرور اكيد النهارده بتقدم دور ايجابي جدا في عمليه التنظيم، لان انا كنت واقف بتكلم معاهم، حتى هم دايما محافظين على فكره منطقه العمل تبقى سليمه وفي نفس الوقت يحافظوا على السيوله المروريه، ودي معادله صعبه اعتقد مش سهله. بالظبط يا فندم، وما يقدرش ينفذها غيرهم. هم بس ادرى الناس طبعا يا فندم. انتوا في عمليه تنسيق عاليه بينكم وبينهم عشان توصلوا. طبعا يا فندم عمليه تنسيق على اعلى مستوى مع كل المرافق وقياده المرور. طب كلمني بقى عن المرحله اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. يعني احنا دلوقتي خلاص انتوا شلتوا الجزيره وبتشتغلوا عمليه التسويه، انا شايف، وطبعا احنا شايفين المعدات بتاعتكم شغاله. كلمني المرحله اللي احنا فيها دي. هو يا فندم طبعا الخطه اللي كانت موضوعه هنا للعمل ان احنا يتم ازاله الجزيره. بعد ازاله الجزيره بيتم القطع لمنسوب التصميمي، قطع الطريق للمنسوب التصميمي اللي هو متحدد من قبل اللجنه الهندسيه. بالظبط كده يا فندم. بعد ما بنقطع للمنسوب التصميمي بنبدا ننزل مواد الردم اللي هي طبقه الاساس، طبقه التاسيس اللي هي بتتكون من رمل وزلط بالظبط كده يا فندم. طبقه التاسيس احنا خلصنا الطبقه الاولى وخلصنا الطبقه الثانيه، تمام، وبنفنشها حاليا. يعني هي خلاص النهارده ان شاء الله هنبدا نرش الام سي المازوت، تمام. يعني النهارده هيترش المازوت بشكل يعني الموضوع خلاص احنا بنتكلم دلوقتي خلاص تقريبا انتوا بتخلصوا الموضوع ده. بالظبط كده يا فندم ان شاء الله. هل بعد بقى عمليه السفلات هل في حاجات ثانيه هتتعمل ولا؟ طبعا هنعمل الجزيره اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي 80 سم. في جزيره 80 سم هتحط بعد الاسفلت. بالظبط عشان تفصل الحركه الشمال عن اليمين. لكن المساحه بتاعتها المره دي صغيره متناسبه مع حتى الناس وهي بتعدي تقف عليها، في نفس الوقت ما تاخدش الحيز اللي كانت بتاخده قبل كده. بالظبط يا فندم. احنا نستفيد من المساحه دي في شارع حيوي زي ده بان احنا نضيفها لحراره المرور. وده مهم أفضل من انها تبقى جزيره، خصوصا انها يعني من احدى استخدامات الجزيره انها بتساعد في تطوير الطريق مستقبلا. لا وقت التكدس هنا رهيب. انت اكيد برضو كلنا عارفين، كلنا من اسكندريه عارفين الكلام ده. المنطقه اللي احنا فيها دي كانت بتتوقف تماما في بعض الاوقات بسبب ان هي بتتكون من حارتين. النهارده لما بزود لك حاره زياده، لو استحملنا كام يوم مع بعض بس في عمليه التطوير اللي بتحصل او عمليه السفلته او حتى نحط الجزيره الجديده، بعد كده هنلاقي نتيجه مهمه على الارض ان زاد لي حاره في اليمين وفي الشمال. المتوقع بقى ان احنا ننتهي بشكل نهائي امتى يا فندم؟ يعني ان شاء الله خلال 5 ايام هيكون الاسفلت نزل
طبعا احنا في مشروعات تانية انتوا بتقوموا بيها النهارده، او يعني ناس كتير بتشتغل عليها زي شارع المشير، هنتوجه لهناك برضو ونشوف الناس وهي بتشتغل هناك في شارع المشير. الموضوع مش مقتصر على المنطقه اللي احنا فيها، صح كده؟ بالظبط يا فندم. هو زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا ده ضمن مشروع تطوير محاور اسكندريه الرئيسيه، المحاور الرئيسيه اللي فيها تكدسات، من ضمنها المشروع اللي احنا واقفين فيه حاليا اللي هو قناه السويس. في عند حضرتك محور المشير، وفي شارع النقل والهندسه اللي هو في سموحه، اللي هو في منطقه سموحه. بالظبط. نفس المشكله برضو هناك هتحصل معاها نفس التوسعه اللي بتتم. بالظبط يا فندم. وفي عده محاور اخرى مطروحه في الخطه للمستقبل، بالزبط. يعني في الفتره القادمه. بالظبط كده يا فندم. انت رايك برضو ان المنطقه الشماليه العسكريه النهارده بتقدم الهدايا دي بشكل او اخر لاسكندريه، انت رايك كراجل مهندس النهارده دي شغلتك وعارف المشاكل اللي بتمر بيها الطرق، كلمني عن ده برضو. والله يا فندم هي طبعا بدون نقاش مشروع تطوير محاور اسكندريه ده هيحل مشكله كبيره جدا جدا جدا، وطال انتظاره في الحقيقه. وطال انتظاره. وهم بصراحه يعني المنطقه الشماليه عندها قدره على تنسيق الامور دي بشكل رائع يعني الافكار دي احنا كنا بنطرحها من سنتين وما كانش حد بيسمعنا، لكن فجاه طبعا خط المنطقه الشماليه والشعب الهندسيه النهارده بتشتغل بشكل يعني في منتهى السرعه. انا استغربت ان انتوا بتعملوا كده بالسرعه دي. لا يا فندم، طبعا زي ما قلت لحضرتك كده، انا كانت مواجهاني مشكله ازيل ازاي في شارع زي ده. هو حل لك المشكله. تمام. لا ظباطه كانت موجوده معايا، 4 ظباطه كانت موجوده معايا طول الليل لحد لما خلصنا. في 8 ساعات انتوا ازلتوا الكل. كون ان هو موجود على ارض الواقع، كون ان هو موجود على ارض الواقع معايا، ده بيذلل صعوبات كتير، بيخليه هو لامس الواقع بايده. معايا الباشمهندس هيثم جعفر وهو مسؤول عن الجوده هنا في عمليه التصميمات وعمليه المواد اللي بتستخدم النهارده في عمليه التجهيز للطريق اللي احنا موجودين فيه النهارده وموجودين عندنا في شارع قناه السويس. باشمهندس هيثم اهلا بيك. انا عارف ان انتوا تعبانين طبعا 24 ساعه شغل، الموضوع مش سهل برضو ان انتوا تنجزوا كل ده في وقت قصير. كلمني عن بقى منظومه الجوده اللي انتوا بتشتغلوا عليها هنا عشان توصلوا لعمليه استدامه ان الطريق ده يفضل مكمل معانا، ما تحصلوش عمليه صيانه قريبه او نكسر تاني او اي حاجه من الكلام ده. حاجه يا فندم، احنا في الاول بدانا موضوع التطهير للجزيره اللي كانت موجوده. تمام. ازلتوا كل المرافق اللي كانت موجوده، وبعد كده حفرنا او نزلنا بعمق حوالي 40-50 سم بحيث نشيل كل المواد العضويه والمخلفات اللي موجوده. 40-50 سم ده بقى وفقا للتحديد بتاع اللجنه الهندسيه، هي للكود المصري والشغل اللي حددته لنا كليه الهندسه. تمام. بعد كده نزلنا ال 40-50 سم دولت، ونزلنا بمواد للسب جريد، مواد صالحه للردم، مواد بتدخل في تصنيف A1 A2 A3. تمام. بعد كده طبعا عملنا جسات على الكلام دوت وباعماق مختلفه، وطبعا وديناها كليه الهندسه، وكليه الهندسه اكدت لنا بجوده الكلام دوت. تمام. بعد كده بدانا ننزل بالبيز بتاعنا اللي هي طبقه الاساس. طبعا المواد دي معتمده برضو من كليه الهندسه ومعتمدينها دكاتره في كليه الهندسه. انتوا مختارين مواد النهارده على اعلى مستوى. تمام. علشان تقدروا النهارده تكملوا عشان بعد كده الطريق بتاعنا لما يخلص ما يحصلش فيه مشكله، ما يحصلش فيه هبوط، ما يحصلش فيه كراكات، ما يحصلش فيه اي مشكله. احنا بنعمل شغل بحيث مش بعد فتره وجيزه نكسره، او بعد 5-6 شهور ننزل نعمل فيه صيانه تاني. انت معايا؟ انت بقى على المستوى الشخصي رايك في المشروع ده؟ والله بص، هي المشروع دوت طبعا هيحل ازمه مروريه. انت معايا؟ انت شايف المكان ده، شايف الطريق قدامنا. شارع قناه السويس ده اشهر شارع تكدس مروري في اسكندريه، في زحمه مرور عاليه، فالتوسعه اللي حصلت فيه او الموضوع اللي حصل فيه دوت هيفك الازمه المروريه دي بالتاكيد طبعا. خلصوا قريب يعني. خلاص ان شاء الله باذن الله يوم 2 بكتير يكون الموضوع خالص ان شاء الله باذن الله. يعني النهارده باذن الله احنا هنرش الMC بتاعنا ان شاء الله باذن الله، في بكره بالكتير نكون شغالين اسفلت ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكركم على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه. شكرا ليك جدا. شكرا ليك.
انتقلنا معاكم دلوقتي لشارع المشير، منطقه وشارع حيوي برضو بيتم فيه اعمال التوسعه على الجانبين، تمت ازاله المرافق داخل الشارع وبالتالي هيتم توسعه الطريق بنسبه طبعا مش زي شارع قناه السويس ولكن بنسبه برضو مهمه هتضيف للحاره المروريه هنا في الشارع وهتعمل نوع من انواع السيوله في المرور. ده بيحصل على محاور كتير على مستوى مدينه الاسكندريه من شارع المشير. معايا المهندس حسام كارم وهو المدير التنفيذي للمشروع من قبل الشركه المنفذه. اهلا بيك يا فندم ومنورنا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ قول لي يا فندم، يعني احنا كنا طبعا في شارع قناه السويس وشفنا برضو الاعمال اللي بتتم هناك، كلمني بقى عن الاعمال اللي بتتم هنا داخل شارع المشير. بالنسبه لهنا احنا كانت الجزيره 2 متر ونص، فطبعا كانت الحاره اللي طالعه لاتجاه الجزيره كانت 2 متر ونص اللي هي المساحه المتكسره اللي احنا واقفين عليها دي كلها. تمام. فطبعا الحاره اللي هي طالعه لاتجاه ابو قير ده طبعا زي ما انت حضرتك شايف دلوقتي اختناق مروري كبير خالص، فاحنا شلنا الجزيره كلها طبعا وطهرنا الجزيره بعمق نص متر، طبعا طهرناها وشغلناها كتشغيل هندسي ونزلنا طبقه اساس فيها. طبعا احنا نزلنا طبقه اساس فيها، طبعا هنشغلها وهنرشها ام سي وبعد كده هنشتغل الاسفلت بتاعها. بعد ما اشتغل الاسفلت هدخل انا ال 2 متر دولت او ال 2 متر ونص في الحاره اللي هي طالعه، وهتعمل بردوره باك تو باك يعني 60 سم بس، ان انا خلاص شلت ال 2 متر ونص وخليتهم 60 سم، فاصبح ان انا هزود الحاره اللي هي طالعه على ابو قير، يبقى بدل ما هي مثلا واخده عربيتين او حارتين هتبقى 3 حارات. يعني من الجزء البعيد هتبقى 3 حارات. 3 حارات هي هتعمل تقريبا 3 حارات نفس المساحه في الاتجاه اللي هو طالع لابو قير من البحر لابو قير. اضافه حاره لشارع حيوي زي شارع المشير ده كان مطلب جماهيري، يعني الموضوع كان صعب جدا. احنا موجودين دلوقتي وانت شايف المرور عامل ازاي وشايف العربيات عامله ازاي. طبعا الشغل وسط الاهالي ووسط وسط المرافق وسط الكلام ده كله موضوع مش سهل ابدا. لا صعب طبعا التنسيق بقى بينكم وبين المنطقه الشماليه العسكريه وبين الجهات التنفيذيه المختلفه، كلمني عن ده، كلمني عن الدور اللي بتقوم بيه المنطقه الشماليه العسكريه، كلمني عن الادوار اللي بتقوموا بيها النهارده عشان تسهلوا على نفسكم الاعمال اللي بتتم هنا النهارده. هو صراحه المنطقه الشماليه بتساعد معانا مع التنسيق مع كل المرافق بالنسبه للكهرباء والمي والصرف والتليفونات وكل حاجه يعني، فاحنا وبعدين الشغل داخل اسكندريه بيبقى ليه طابع خاص شويه. انت وسط الاهالي وبعدين مرافق، انت المخططات بتاعتك بتبقى قديمه، الموضوع مش سهل ابدا. لا وفي نقطه ثانيه، انا ما بعرفش ان انا اشتغل بالنهار في الوضع الحالي ده، انا بشتغل من بعد الساعه 12 من 12 ل 6 الصبح، ده طبعا الشغل كله بيبقى وقت الذروه في العمل عندك، بس انتوا موجودين 24 ساعه طبعا موجودين، ولكن العمل الحقيقي بيكون من 12 ل 6 الصبح عشان الحاله المروريه. بالظبط كده. يعني بيبقى بننسق بقى الهيئه الشعب الهندسيه في المنطقه الشماليه بتنسق لنا مع المرور وبتنسق لنا مع الجهات اللي هي المرافق كلها وبتفضل موجوده هنا، وبنشتغل مثلا كشغل فعلي بنشتغل من الساعه 12 بالليل للساعه 6 الصبح كشغل معدات وكده. انت بقى ايه رايك في المشروع ده كراجل مهندس بقى مصري النهارده وانت شاب كمان، واكيد انا شايف الشباب موجودين في كل المواقع النهارده هم اللي بيغيروا وهم اللي بيعمروا، كلمني عن الفكره دي، فكره ان احنا ناخد الجرأه ان احنا ناخد قرار بتوسعه الطرق بتاعتنا النهارده داخل مدينه الاسكندريه بالرغم من ان ده صعب جدا في الوقت الحالي. لا الحاجات دي بالنسبه لها يعني بالنسبه لاسكندريه حيويه جدا، لان حصل في الفتره اللي فاتت اختناق في المرور في جميع الشوارع، في شوارع مهمه مثلا شارع المشير ده شارع حيوي جدا، بالظبط برضو قناه السويس بالظبط، في عندكم نقل الهندسه، في نقل الهندسه 38 يعني في كام شارع كده سلطنا يعني المنطقه الشماليه سلطت الضوء عليهم. بصراحه احنا كشركه يعني بندخل بكل جهدنا ان احنا في يوم وليله عايزين ان احنا ننهي ان احنا نشتغل برضو مع الجوده. ده كان سؤالي، انتوا هتخلصوا بقى هنا امتى؟ انا عرفت انك هتخلصوا امتى، انتوا هنا هتخلصوا امتى؟ يعني انا ان شاء الله اول الاسبوع الجاي هبدا ارش واشتغل هنا باذن الله ان شاء الله، وتكون انت وصلت للمرحله بقى المهمه اللي هي ان الشارع هيبقى مسافه فاضل بس تعملوا المرافق والجزيره اللي في النص. اعمل البردوره بس اللي هي الباك تو باك وخلاص. الباك تو باك دي مساحتها تقريبا قد ايه؟ 60 سم 30 و30 60 سم عشان المساحه هنا اقل من المساحه اللي كانت موجوده قبل كده. انا بشكرك جدا وبشكركم على العمل اللي انتوا بتقوموا بيه النهارده داخل شارع المشير، وطبعا هنكمل معاكم وهنتابع معاكم ونشوف الاعمال في كل الشوارع اللي انتوا بتشتغلوا فيها. بشكرك جدا يا باشمهندس، شكرا ليك. جهات تنفيذيه مختلفه بتعمل النهارده على ارض اسكندريه علشان تقدم هديه حقيقيه لمدينه الاسكندريه في عمليه التوسعه اللي بتتم في المحاور الرئيسيه لمدينه الاسكندريه اللي كانت بتعاني من تكدس مروري من فترات طويله جدا. وجود المنطقه الشماليه العسكريه والشعبه الهندسيه بيقدم دعم حقيقي لكل الجهات دي علشان نقدر نوصل لنتائج سريعه. اللي احنا بنتكلم فيه ده مش هياخد وقت طويل، مجموعه من الايام او عدد صغير من الايام وهتشوفوا كل التوسعه دي
على ارض اسكندريه. لو النهارده بنعاني من بعض التكدس، بنعاني من بعض الخنقه والزحمه، نستحملها، لان في الحقيقه قريب جدا هنشوف شارع المشير، هنشوف شارع قناه السويس بشكل مختلف، هنشوف صوره متحضره لمدينه الاسكندريه في المستقبل. اشوفكم حلقات جايه ومصر بتتغير.